لسه حتى ما خرجتهاش من الصاج. ما شاء الله. بصي التسويه، بصي ايه ده، بصي دي بعين الجمل والشوكولا. الغريبه الدايبه من اسهل حاجات العيد اللي ممكن نعملها في البيت بكل سهوله. بتفرش معاكي وما بتعرفيش تعمليها، بتاخدي مقادير مش مظبوطه. هديك النهارده اسرار المصانع والمحلات الخمس نجوم وبثلاث مكونات بس، كل المقادير عندك في درج التلاجة. هنعمل النهارده الغريبه بمقادير بسيطه جدا، وصدقيني الطعم هيطلع الحلو من بين صوابع ايديكي. يلا بينا. اول حاجه عندنا كوبايه من السمنه، حطينا في التلاجة حوالي ساعتين او 3 ساعات لغايه ما مسكت معايا كويس قوي. هنحط السمنه بتاعتنا كده، كوبايه واحده من السمنه. اعمل لك مقادير قليله، حابه تزودي الكميه ضعف الكميات زي ما انت عايزه. هنحط على الكوبايه ديت ايه، نص كوبايه من السكر البودر. هنحط عليهم كمان شويه فانيليا، ونبتدي نقلب كده تقليبه بسيطه، ونضرب الخليط دوت لغايه ما يديني قوام كريمي. خدي بالك اهو. هو ده القوام المطلوب، زي ما انت شايفه كده كانها كريم شانتيه بالظبط. تمام الكلام، زي ما انتم شايفين يا جماعه القوام الكريمي التمام، هو ده الكلام المظبوط. حلو كده، حلو. عندي كوبايتين من الدقيق، هنبتدي ننزل بكوبايتين من الدقيق. انا مديكي خلي بالك مقادير حلوه قوي. هنبتدي نقلب كده بالراحه، ادي اول كوبايه معانا لغايه ما الدقيق دوت تحس ان هو اختفى معايا، وهننزل بالكوبايه الثانيه على طول. وادي الكوبايه الثانيه اللي معانا، يبقى حطينا كوبايتين من الدقيق على الخليط اللي احنا عملناه ده. نبتدي نقلب بقى ونلم العجينه بتاعتنا ديت كده، ونحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين 3 لحد ما تبتدي تشد معايا. وفي خطوه جايه مهمه قوي لنجاح الغريبه. حلو قوي الكلام ده. خلاص كده اهو، بسم الله. لمينا الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. خدي بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت لقيتيها بتلزق معاكي وانت شغاله حذاري تحطي دقيق. هو المقادير ديت مظبوطه جدا. وكمان لو السمنه البلدي عندك حلوه مش مهم تحطي فانيليا، ده كله بيدينا طعم بس وريحه. طيب هنغطيها كده بكيس بورشن او كيس ثلاجه، ونحطها في الثلاجه حوالي ساعتين 3، وبعد كده هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي وهنشكلها كمان ازاي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بعد ما خرجناها من الثلاجه قعدت حوالي ساعتين 3 جوه الثلاجه. بصي جمدت معانا وبقت تمام التمام. خطوه مهمه قوي ان انت تخدمي برضو عليها كده اهو، عشان تطلع معاكي دايبه وجميله زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. عجينه ما شاء الله ومقاديره والله العظيم مظبوطه جدا. هنجيب صينيه، تاخدي حته صغيره كده اهو. خلي بالك هي بتفرش معاكي وحجمها ممكن يكبر معاكي جوه الفرن، فالحجم ده مناسب جدا اهو. شايفه كده، ورصي. ما شاء الله، حاجه سهله وجميله، ومن اسهل الحاجات بتاعت العيد اللي ممكن تعمليها في البيت بكل سهوله. حلو قوي الحجم ده. لسه هنبصمها طبعا، وممكن نحط بقى مكسرات اللي انت عايزاه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، كل ده بكوبايتين دقيق بس. عملنا ما شاء الله ادي صاج 2، وديت لسه هنعمل فيها فكره مختلفه برضو للغريبه. تعالوا بس نحط شويه مكسرات هنا، او نحط اي جرنش كده ونزوق الشغل بتاعنا. تعالوا نعمل فكره مع بعض كده بالكاكاو، وهتدينا برضو شكل كويس. تبصمي كده حاجات بسيطه، انا مش عايزك تضغطي قوي عشان هي برضو هتريح معاكي في الفرن. بص المنظر اهو. عندك فستق حلبي، يا سلام. بص المنظر، ضغطه بسيطه قوي اهو. سلام على الدلع، الف هنا وشفا على اللي هياكل. كل ده اختياري. عندك شوكليت شيبس ماشي الكلام. شايفه؟ نخلص يا باشا وتعالوا بقى نعمل شكل كده تاني مختلف. هحط عليها شويه من الكاكاو، وديت هحط عليها لون احمر مصرح بيه من وزاره الصحه، وقلب يا باشا. شوفوا لي بقى دلع الامارات دول. عملنا بالشوكولاته، حطينا عليها النوتس بتاعها او المكسرات بتاعتها عين جمل، وحطينا هنا بالريد فيلفت حطينا لها اللي هي الفواكه اللي هي المجففه دي، بتتباع عند اي عطار، موجوده ومتوفره ورخيصه في متناول الجميع. خش الفرن يا باشا على درجه حراره 160، بيقعد اقصى حاجه 12 دقيقه، وهوريكم دلوقتي عظمه. ما شاء الله يا جماعه، زي ما انتم شايفين طالعه روعه الروعه، والتسويه ولا كلمه ولا غلطه. بص كده، روعه الروعه. اتمنى تجربوها. عملنا مهرجان للغريبه بكوبايتين بس من الدقيق. ضروري جدا تعملوها، حتى لو اول مره هتعمليها صدقيني الطعم الحلو هيطلع من بين صوابع ايديكي. ولما تتعمل الحاجه ديت في البيت اكيد
هيكون ليها طعم تاني. سلام.